مريض سكر، خلاص هو سكره التراكمي عالي وسكره صايم وفاطر عالي، هل الشخص ده عنده فرصة انه يشفى تماما من السكر؟ لو تايب 1 دايابيتس ده بيبقى سببه نقدر نقول اوتو جيني اميون وسبب جيني، وممكن بيحصل من الطفوله وبيبقى مستمر بيه. دورنا مع الشخص ده ان احنا نقلل اعتماده على جرعات عاليه من الانسولين. يعني بتنظيمنا للاكل ممكن نوصل تايب 1 دايابيتس انه يعتمد على جرعات بسيطه من ادويه السكر، لانه قدر يدي جسمه احتياجاته بدون ما يعلي مستوى السكر في الدم بشكل كبير، وعن طريق تناول كل حاجه. يعني في ناس ممكن عشان تعالج السكر تمنع نشويات، لا ده مش نجاح. النجاح ان انا اعالج السكر وانا باكل نشويات وبروتينات وخضروات وانت وفاكهه عايش والبان ودهون الطبيعي صحيه بتاعك. طيب تايب 2 دايابيتس مريض السكر نوع تاني، هل ممكن ده اللي مش يشفى؟ جيني بقى، ده اللي نقدر نقول بشكل كبير جدا معتمد على طريقته الغذائيه واللايف ستايل بتاعه والاسترس العصبي. هل ده ممكن يعالج من السكر؟ ممكن يعالج من السكر، وممكن يعتبر ان السكر عرض يزول بزوال اسبابه. بمعنى انا سكري عالي الصايم والفاطر نتيجه ان اكلي متلخبط ومواعيدي متلخبطه ونومي متلخبط وما بلعبش رياضه ومدخن شره، فعشان فلازم طبيب البطنه يجاري فبيديله دواء يخفض له السكر، هو في حين انه ممكن لا بالاكل. هو طبيعي لازم نفرق. بمعنى ايه؟ هل انا بقدر اعتمد على النظام الغذائي بس لضبط معدل السكر؟ طبعا انا ممكن اضبط معدل السكر في الدم بنظام غذائي بس لو سكري مش مرتفع ارتفاع كبير جدا، ولو سكري التراكمي مش عالي جدا مظبوط. لكن نقدر نقول ان تايب 2 دايابيتس ومريض السكر احنا بنعمل ايه؟ يا اما السكر مش مرتفع ارتفاع ضخم جدا فاقدر اعالجه بطريقه تعتمد على تنظيم الاكل بس، يا اما سكري مرتفع جدا فيحصل كومبينيشن ما بين الادويه وما بين نظام الدايت لحد ما نوصل السكر لنسب طبيعيه، وبعدها ابطل دواء السكر تدريجيا واعتمد على نظام غذائي بشكل مستمر. فدي الطريقه. وممكن زي ما قلنا تايب 1 ان احنا بنحاول نقلل اعتماده على جرعات عاليه، لكن هو ستيل هياخد دواء سكر، لكن بدل ما بياخد مثلا 50 60 وحده في اليوم الناس بياخد 10 15 وحدات في اليوم، لانه بياكل نشويات بطريقه معينه وبطريقه ما ترفعش مستوى السكر في الدم.